أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. الكل يعلم أن هناك صراع سياسي ما بين المغرب والجزائر، وهذا الصراع امتد إلى مجموعة من الجوانب، منها الريادية ومنها الثقافية. ونحن نتذكر قبل أشهر ماضية كانت هناك معركة حول الزليج المغربي، والتي انتهت لصالح المغرب رغم محاولة الجزائر سرقة هذا الموروث. لكن اليوم تتجدد معركة أخرى تتجلى في القفطان، حيث تحاول الجزائر أن تعيد نفس العملية بمحاولة سرقة القفطان المغربي. لكن المغرب لم يقف مكشوف الأيدي، واستطاع أن يثبت ذلك من خلال إحضاره مجموعة من الأدلة تثبت بأن القفطان هو قفطان ينتمي إلى التراث المغربي. واليونسكو شاطرت الرأي المغرب وأكدت بأن القفطان هو تراث مغربي، وأن اللباس القفطان يمتد إلى دول شمال إفريقيا، بمعنى أن الأصل في الصنع هو صنع مغربي، وأن الباقي يتزين به كلباس، بمعنى يعود أصله إلى المغرب. لكن الجزائر أمام فشلها وعزلتها جعل الخارجية الجزائرية، يعني وزارة الخارجية الجزائرية، تخرج ببيان حول معركة ثقافية. هنا نلاحظ تغييب وزارة الثقافة وإحضار وزارة الخارجية في بيان حول ماذا؟ حول القفطان، حيث تقول البيان لجنة صون التراث المادي اللامادي لليونسكو تقرر أسبقية الجزائر في تسجيل القفطان كجزء أصيل في تراثها الثقافي. اللجنة قررت تعديل تسمية العنصر الجزائري، يندرج القفطان ضمن مكونات الزي النسائي الاحتفالي في الشرق الجزائري. وزارة الخارجية وافقت على التعديل اللباس العرائسي التلمساني بإضافة لباس القفطان إلى النسختين الفرنسية والإنجليزية. وفي الأخير تقول تشكل هذه القرارات اعترافا دوليا جديدا يعزز مكانة الجزائر في قوائم التراث اللامادي، ويدعم جهودها في حماية موروثها من محاولة التزييف والتحييد. هنا كيبان لنا بأن الجزائر تعيش فشلا من خلال هذا الخطاب. هي من تمارس الاستحواذ والتزييف، وتتهم الأطراف بأنها تمارس الاستحواذ تجاهها. وهذا الشيء كيبين لنا بأن الجزائر عندها واحد الضغوط داخلية، وكتحاول تلهي الرأي العام الداخلي بقضية القفطان. وهذا الشيء كيتلاحظ بأن الجزائر فشلات في الانضمام إلى مجموعة البريكس، فشلات في قضية الصحراء، والآن جل الدول الإفريقية تخلت عنها، بمعنى كتعيش واحد العزلة دبلوماسية. والدليل على هذا هو أن وزارة الخارجية خرجت ببيان علاش على قضية القفطان. هذه سابقة في التاريخ، وكأن الجزائر تعيش في عالم آخر. والبيان كامل مملوء بالمغالطات والكذب، لأن منظمة اليونسكو كانت واضحة وأكدت بأن اللباس صنع مغربي، أن القفطان صنع مغربي والباقي يلبسه. وحتى الكذب الجزائري يتجلى في ماذا؟ بأنها حاولت أن تقول بأن القفطان ينتمي إلى الجهة الشرقية تبعده من المغرب، الجهة الشرقية يعني بالقرب من تونس. هنا قالت يعني تعديل تسمية العنصر الجزائري يندرج القفطان ضمن مكونات زي النساء الاحتفالي في الشرق الجزائري. يعني ما بغاش تحصل راسها بأنها كتمارس واحد التزييف والاستحواذ، وكتخرج بمغالطات كتغالط بها الرأي الداخلي الجزائري. وهذا أمر غريب ومثير كيبين لنا قمة الضعف اللي كتعيشه الجزائر داخليا بعد ما توالات عليها مجموعة من الهزائم، وكتعتبر قضية القفطان كمعركة، وكتحاول دير واحد الشماعة وتحاول تخرج من خلالها بمجموعة من المغالطات حتى تلهي الرأي العام الداخلي. لكن الرأي العام الجزائري يدرك ذلك، لأن المغرب كان ذكيا واستعمل الأدلة. مجموعة من الفيديوهات من الجزائريين أنفسهم يؤكدون بأن القفطان المغربي في الغرب الجزائري، لأن الغرب الجزائري هو يعني متأثر بالثقافة المغربية، وهذا يعود إلى عوامل تاريخية، لأن المغرب كان يستحوذ على الغرب الجزائري كتلمسان وغيرها وبشار وغيرها من المناطق. هذو مازال اليومنا هذا متشبتين بالتراث المغربي، وهذا الشيء
اللي كيبين لك العقده الجزائريه حاولت تنقل المنطقه الى الشرق الجزائري باش بعد الشبهات التزييف والاستحواذ، وكانها تخاطب اناس غير عاقلين، لكن الجزائريين يدركون ذلك. والمغرب كان ذكيا، قدم الادله من وسط الجزائر. هنا كانت ضربه قاصمه للوفد الجزائري داخل اليونسكو اللي ما يقدرش يساير المغرب، وسحب جميع ما كان يريد ان يتقدم به لانه يتوفر على حجج واهيه وغير مقنعه. لكن ان تخرج وزاره الخارجيه ببلاغ في قضيه القفطان في حين وزاره الثقافه يعني هي اللي خاصها تكون خارجه ببلاغ، وزاره الثقافه، لان الامر يشمل وزاره الثقافه وليست وزاره الخارجيه. بمعنى مساله قفطان جعلت الخارجيه الجزائريه تتحرك. هذا يبين لنا مدى الضعف الكبير الذي والوهن الذي اصبح يصيب نظام الكبرانيات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.